مرحبا بكم في قناة الإخبار الآن. القناة التي ستجدون ملخص الأحداث السياسية والرياضية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. سيتم تسجيل الأشخاص الذين كانوا يستفيدون سابقاً من نظام المساعدة الطبية راميدي التي كانت صالحة حتى 30 نونبر 2022 تلقائية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، صرح عبد الكريم أبيه المفتش العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقناة الثانية الاثنين بأن عدد الأشخاص الذين جرى تسجيلهم تلقائيا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ حوالي 10 ملايين شخص. وتابع أبيه أن هؤلاء سيستفيدون من كافة الخدمات داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية مجانا كما كان الأمر في السابق، إلا إذا تم توجيههم نحو العيادات الخاصة، إذ سيعاملون مثل أجراء القطاع الخاص. أعلن وفيما يتعلق بالأشخاص الذين ستنتهي صلاحية راميد لديهم ما بين فاتح دجنبر من السنة المنصرمة و31 دجنبر من السنة الجارية، أبرز المتحدث ذاته أنه يجب أن يتقدموا بطلب الاستمرار في التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى المقاطعات والملحقات الإدارية حتى يونيو المقبل. وشدد المفتش العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن وزارة الداخلية خصصت بوابة إلكترونية ينبغي لهؤلاء بعد تسجيلهم في السجل الاجتماعي الموحد ملء الاستمارة عبرها.